السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. يلا يا ولاد، النهارده هنعمل مع بعض بقى ايه؟ تورتايه اللي هي الدورين. بس للاسف بقى الحته اللي هي في الاول ديت المفروض ان انا اوريكم اللي هو الدويل بيتحط اصلا في القاعده بتاعه التورته اللي هي المتبطنه دي يا ولاد. بتزرعي فيها كده حبيبتي، بتوسعي كده، بتفحري بسكينه كده او مفك، وتحطي الدويل اللي هو الخشب ده وتقفلي عليه بالشمع. معلش عشان الحته دي بس اتقطعت في المونتاج، معلش. وبعد كده بتجيبي بقى ايه؟ بنحط حته كريمه تحت الاول، ونبدا نحط اول رق من التورته. تمام. طبعا احنا قطعناها بسكينه بالمنشار يا ولاد. حطينا اول واحده، حطينا تاني واحده، نفس الطريقه اللي انتوا شايفينها بيها دي. انا بحشي هنا موس اللي هو الموس شوكولاته، وبحط عليه صوص البندق اللي انا كنت عاملاه. ان شاء الله هبقى انزل لكم الفيديو ده يا ولاد. تمام كده. حشيت ايه؟ كل راق بحط عليه بحط موس الشوكولاته، واحط عليه بعد ما احط موس الشوكولاته احط عليه ايه؟ اللي هو برده فورتاس الحلواني، حاطه اللي هو صوص البندق، وايه بحط عليه، يعني يدي طعم حلو جدا. وهنا هبدا ايه؟ ابص يعني اجلس التورتايه بتاعتنا يا ولاد اهو، زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اقصر الفيديو على قد ما اقدر عشان الفيديو طبعا طويل جدا. بصوا حبايبي اهو كده. انا هنا دخلتها التلاجة شويه كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده خرجتها وبدات ايه؟ مش عارفه والله، انا مش فاكره اصلا كنت بدات دخلتها ولا لسه، والله ما فاكره. معلش عشان الفيديو قاعد عندي كام يوم لسه بمنتج فيه، معلش فنسيت والله. بصوا المهم ان احنا ايه؟ بنجلس التورتايه كده حبايبي. انا مش حلوانيه يا ولاد، بس انا بجتهد يعني، فاهميني؟ كان عيد ميلاد بنت اختي، وانا بحب اعمل تورت بصراحه، بس مش احلى حاجه في الدنيا طبعا. فبصوا حبايبي اهو، زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي كده بجلس الكريمه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وانتوا تعملوها احسن واحسن. خلاص كده انا كده دخلتها بقى كده التلاجة يا حبايبي. انا كده افتكرت. وهقطع بقى ايه اللي هي مقاس 16 اللي احنا هنعملها ايه؟ هنعمل بيها الدور التاني، هتبقى فوق التورتيه التانيه اهو. بنقطعها بمنشار الحلواني يا ولاد زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا اشتغل فيها نفس الطريقه اللي انا عملتها في التانيه. الحته اللي هي اتقطعت بقى في المونتاج معلش بنعوضها في دي اهي. بصوا حطيت حته كريمه ثبت بيها. هنا بحط بس اي 7 يا ولاد كده زي ما انتم شايفين. والاولانيه عملتها كده بس هو اتقطعت زي ما قلت لكم، اتمسحت معلش بالغصب يعني. بصوا حبايبي اهو، بحط 7 وبحط رق ابيض ورق شوكولاته يا ولاد. يعني انا بحط رق كيكه سبونج ورق ابيض ورق شوكولاته عشان هما كانوا حابينها كده يعني. بصوا حبايبي دي الفراوله للحشوات، صوص الفراوله للحشوات انا عاملاه. ان شاء الله هبقى اعمله معاكم ان شاء الله في فيديو كامل كده هنزله لكم ان شاء الله. صوص البندق وصوص الفراوله وصوص الايه، استنى اقول لكم، اللوتز، وايه تاني يا ولاد، والكراميل. هعملهم ان شاء الله وانزلهم لكم. بصوا يا حبايبي اهو، ده موس شوكولاته يا ولاد، بتجيبيه من عند بتاع خامات الحلواني برده نفس الحكايه. برده بتحطي له كوبايه ميه وبتضربيه برده بالمضرب، بيديكي نفس نتيجه الكريم شانتيه كده. ده للحشوات بس طعمه حلو جدا، طعمه حلو قوي. انا كنت عايزه موس فراوله بس ما لقيتش بصراحه، عشان بقى ايه يعني جت المناسبه بتاعتنا كان تقريبا كده ايه مع رأس السنه، فكان في ضغط بقى فما لقيتش بصراحه موس الفراوله. موس الفراوله يا ولاد في الحشوات بيبقى طعمه حلو جدا، بتجيبيه من عند اي بتاع خامات حلواني. بصوا يا ولاد اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. هنا انا عليت التورتايه اوفر، عليتها قوي يا ولاد زي ما انتوا شايفين كده. بس انا هشيل منها رق تاني من تحت لان انا هقلق قوي، لان دي التورتايه دي دورين، هخاف بعد كده لحسن ايه تقع من على التورتايه. فهتشوفوا كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي اهو. بغلفها وانا ببصوا. القعده يا ولاد معايا مميله، القعده مش التورتايه، القعده نفسها باظت عندي، حتى لو تاخدوا بالكم انا ما كملتش عليها. فبحاول، فده كان مضايقني جدا والله. بصوا يا حبايب قلبي، هنا التورته انا خرجتها من التلاجة بقى، الكريمه تماسكت حوالي 10 دقايق. بحط القواعد بتاعه التورته يا ولاد دي من عند برده بتاع خامات الحلويات والحاجات دي. بصوا لازم تعملي كده، لازم، عشان ده اللي هيشيل التورتايه اللي هتتحط فوق، لازم عشان التورتايه ما تملش عليها وتاخدها وتنزل. بصوا بعد ما عملت بقى ايه، بحاول ان انا اجلس فوقيها تاني بالكريمه تاني بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قفلت عليها تاني على القواعد اللي انا حطيتها دي، اللي هي عامله زي الشليمون البلاستيك كده يا ولاد.
لو عندكم شليمون بلاستيك ممكن تستعملوه برضو، تحطوه برضو ايه يسند التورتيه معاكم يعني. وانت مش لاقيه دورة عند بتاع خامات الحلويات ممكن تجيبي الشليمون البلاستيك بس اللي هو ماسك نفسه شويه، وهتقيسي على قد التورتيه كده من بره وتقصي على قدها عشان ما يبانش منها، تغرزيه في قلب التورته. هتحطي كده ايه في مكان ما انت هتحطي التورتيه فوق عشان يشيل التورتيه. وهنجلس بقى التورتيه يا حبايبي زي ما انتم شايفينها كده بالطريقه دي. طبعا احنا قلنا هنا الكريمه يا ولاد احنا ضاربينها كل كوبايه كريمه عليها معلقتين باستري كريم. وحطيت انا بقى يا ولاد ايه بقى معلقه حلوه كده محترمه كده، المعلقه السيليكون كده الكبيره مليانه، خفقت زبده اللي هي النيوزيلندي، طبعا خفقتها طبعا زي الكريمه. وبعد كده بقيت انزل واحده واحده بعد الكريمه ما خلصت، علشان انا كنت عايزه اطعم الكريمه بتاعتي. عايزه وانت بتاكلي كده تبقى حاسه بطعم الزبده في الكريمه، بتبقى وهم يا جماعه، الطعم تحفه والله. والفراوله اللي انا حطاها والصوص البندق حكايه. يمكن التجليس مش احلى حاجه في الدنيا زي ما قلت لكم، انا مش حلوانيه، انا بحب اجتهد لان انا بحب اعمل حلويات، واولادي من صغرهم كنت بعمل لهم اعياد ميلادهم، ما بحبش اشتري من بره. مش احلى حاجه في الدنيا اللي انا بعمله طبعا، بس ايه يعني بصراحه انا بحب اعمل الحاجات دي بايدي ما اشتريهاش، واحنا اللي هناكلها في الاخر. بصوا حبايبي ده كان عيد ميلاد بنت اختي، وانا كنت بعمل لها تورتايه، كنت عايزه افرحها عشان هي حبيبتي لما كانت في الثانويه العامه كان عندنا ظروف كده وما يعني ايه ما فرحتش حبيبه قلبي يعني، حسسناهاش بالفرحه. فقلت لها بقى في عيد ميلادك انا هعمل لك تورتايه جميله ان شاء الله وهتشوفوها بقى. معلش سامحوني بقى ان انا حطيتها بايدي لان انا حاولت اشيلها بالسكراب كانت هتقع، لان التورت بتاعتنا ما شاء الله هايشه جدا يا ولاد. انتوا شفتوا الكيكات الاسفنجيه. بصوا حبايبي انا هنا كنت جايبه الورد ده، جايباه من محل الورد العادي ماشي. انا جبت الورد ده يا ولاد وكان فيه الماده بتلمع، انا غسلته نزلت كل الماده اللي بتلمع اللي فيه واستكفيت بيه كده، طمنت ان الورد بقى كويس معايا ما فيهوش اي مشكله. بصوا حبايبي وابدا اجلس بقى كده بالخرز الذهبي اللي انتوا شايفينه، خرز اللي هو الكبير والخرز اللي هو الصغير والاصغر والسبرينكس اللي هو صغنطوط خالص، هتشوفوه في الاخر دوت في حجم اقل من الرزايه كده يا ولاد، او عامل زي السمسم. هتشوفوه دلوقتي اللي انا بحاول ارشه اهو، ده اسمه سبرينكل، جايباه برده من محل بتاع تزيين التورت والحاجات دي. بصوا حبايبي اهو انا بحاول ايه، طبعا بحط طبعا عليها كلها واحده واحده كده، فانا مش حطاها على القاعده اللي بتلف، القاعده اصلا فيها مشكله عندي فخفت احط عليها، فده كان تعبني جدا. القاعده طبعا بتلف معايا وبتريحني، ان شاء الله هجيب قاعده حلوه ان شاء الله يا ولاد. بس انا كنت محتاسه جدا ساعتها والله، لان القاعده بتبقى مهمه جدا يا ولاد في تزيين التورت. بصوا انا بلف بايدي على قاعده التورتايه نفسها، وقلقانه قاعده التورتايه يحصل لها حاجه، لانها برضه هي معموله من ورق كرتون مضغوط مش اكتر يعني، فمش اقوى حاجه. بصوا حبايبي اهو ببدا كده بقى احط السبرينكل اللي هو الصغير. انا كنت عايزه بس اعملها شكل تورتايه حلو افرحها بيه، وتورتايه مش تقليديه يعني، فكنت بحاول يعني. بصوا حبايبي وانت عندك مناسبه بقى اجتهدي زي حالاتي كده اجتهدي كده زي حالاتي واعملي بقى. بس انا بحب التزيين بصراحه، بس بقى ايه بقى لي كتير قوي ما كنتش بعمل تورت. ولادي بقى ما شاء الله كبروا يا ولاد، بقى هما اللي ينزلوا يشتروا التورت اللي بتعجبهم، والحاجات دي بتحب الممارسه ان انت تعمليها باستمرار. بصوا حبايبي اهو، وحطيت بقى بقيه الورد فوق كده زي ما انتم شايفينه كده. ايه رايكم فيها؟ انا شايفه شكلها كده حلو. دي التورتيه التانية. على فكره التورتيه دي انا كنت جايبه كل خطوه خطوه وانا بصورها، بس اتمسح برضو او تقريبا ابني ما كانش مشغل التصوير، لان يا جماعه انا عامله التورته دي في اللايف قدامكم كان معاكم، فمعلش التصوير مش احلى حاجه معلش. بصوا ده بقى كان شكلها النهائي. حطيت دي بس كده زي ما انتم شايفينها، وعملت روزتات تحت كده، وعملت عليها ايه بالريشه كده الذهبي اللي هو الدست الذهبي، برضو بتجيبين عند بتاع خامات الحلواني. فحاولت ان انا برضو عملت شكل كده بسيط فيها، ودي كانت النتيجه بتاعتها حبايب قلبي. اعملوها كده، حاولوا بقى ايه تعملوا زي ما انا عملت كده، وجربوا ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، وتعملوها احلى مني بكتير.
يلا يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب. راس السنه اصلا كان امبارح يا ولاد، احنا بقى المناسبه بتاعتنا بكره، بس انا بعملها النهارده عشان انا بحب ابيتها ليله. يلا حبايب قلبي، ربنا يسعد قلبكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم، ويا رب تعجبكم. سلام عليكم.